ننتقل إلى قوله رحمه الله: والخلف بنخلكم وقع. عندنا كلمة في القرآن العظيم تشبه هذه الكلمات الأربع ولكن بينهما مخالفة. ما هي هذه الكلمة؟ هي قوله تعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. هذه الكلمة نخلقكم التقى فيها حرفان، قاف وكاف. القاف ساكنة والكاف متحركة، والقاف من مخرج وهو أقصى اللسان فوق كما مر معنا، والكاف من مخرج وهي أقصى اللسان كما، ثم الكاف أسفل. يعني ما معنى أسفل؟ يعني إلى مقدمة الفم أكثر. القاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي، الكاف من أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي في آن واحد. فالقاف هنا مثلا والكاف هنا. القاف أعمق من الكاف. جربوا هكذا: أق أك أق أك، فتجدون بأن الكاف متقدمة قليلا على مخرج القاف. هذه الكلمة ألم نخلقكم التقى فيها قاف وبعدها كاف، والقاف ساكنة. فهل ندغم أم نظهر أم ماذا؟ هذه الكلمة أغلب العرب كانوا يدغمون القاف في الكاف فيها إدغاما كاملا، فينطقون كافا مشددة. قد تقول لي: أليست القاف أقوى من الكاف؟ أقول لك: نعم، هي أقوى، لكنها ليست بقوة الطاء والتاء. الطاء عند التاء، لأن تلك الطاء فيها صفتا قوة كما ذكرنا منذ قليل، فيها استعلاء وإطباق. لذلك الجزري قال: وحرف واخصص الإطباق وبين الإطباق. قال: بين الإطباق، ما قال بين الاستعلاء، بين الإطباق. إذن بين بأن الإطباق هو الذي يعطي الطاء قوة لتصمد أمام التاء، كما شرحت نطقها في الكلمات الأربع. أما نخلقكم فالقاف نعم مستعلية، لكن العرب استساغوا أن ينطقوها كاف مشددة، فيقولون: ألم نخلقكم ألم نخلقكم، فيدغمون القاف في الكاف فيكون النطق بكاف مشددة. بعض العرب كان يبقي من القاف استعلاءها، لذلك قال: والخلف بنخلقكم وقع. الخلف يعني بين رواة القراء وبين القبائل العربية. قليل من العرب من كان يقول هكذا. انظروا: ألم نخلقكم لقكم، يفعل تماما كما فعلنا في أحط. كما أننا في أحط أطبقنا على طاء وجافينا عن تاء، هنا يطبق على قاف ثم يجافي عن كاف، من غير طبعا قاف غير مقلقلة. هكذا: ألم نخلق لقكو لقكو، ألم نخلقكم ألم نخلقكم من. هذا بإبقاء صفة الاستعلاء. أغلب الرواة، حتى القبائل، كان يدغم القاف في الكاف فيقول: نخلقكم فينطق كافا مشددة لا يبقى للقاف في النطق أثر. بالنسبة للقراء الذي ذكر بقاء صفة الاستعلاء لحرف القاف في نخلقكم إمامان عظيمان من أئمة القراءة: أبو بكر بن مهران رحمه الله، متوفى 381 هجرية، صاحب كتاب الغاية في القراءة العشر وصاحب كتاب المبسوط في القراءة العشر. والإمام الثاني وهو طبعا من كبار الأئمة وعظمائهم مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله، صاحب كتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة، صاحب كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، صاحب كتاب مشكل إعراب القرآن، صاحب كتاب الإمالة. له كتب عديدة مكي بن أبي طالب رحمه الله، وهو من متوفى سنة 37 و400، يعني قبل أبو عمرو الداني ب7 سنوات. أبو عمرو الداني توفى 444. فهذا الجيل، جيل الداني، جيل مكي بن أبي طالب، ومن قبلهم أبو بكر بن مهران هو جيل قبلهم لأنه 381، بينهم تقريبا 60 سنة. هذان الإمامان مكي بن أبي طالب القيسي وأبو بكر بن مهران نصوا على بقاء صفة الاستعلاء، لكن بقية الأئمة ما نصوا على ذلك، ونصوا على إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا بحيث يكون النطق بكاف مشددة. أسانيدنا في رواية حفص عن عاصم، سواء رواية حفص من طريق الشاطبية
أو رواية حفص من طرق طيبة النشر في القراءة العشر، كل هذه الأسانيد لا تمر على مكي بن أبي طالب. الأسانيد التي انتقاها الجزري في النشر عن حفص أو أسانيد حفص من كتاب الشاطبية للإمام الشاطبي لا تمر على مكي ولا تمر على أبي بكر بن مهران. لذلك لما نقرأ لرواية حفص عن عاصم فإننا ندغم القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم إدغاما كاملا، إدغاما محضا، ويكون نطقها بكاف مشددة. لذلك لو فتحتم المصحف الشريف تجدون بأن علماءنا قد ضبطوا هذه الكلمة بعدم وضع شيء على القاف وتشديد الكاف، لأن تجريد الحرف الأول من الحركة وتشديد تاليه معناه انطق الأول كالثاني، فيكون النطق بكاف مشددة. فلذلك يعني يستغرب بعض إخواننا من طلاب علم التجويد أنه كيف نقول لهم إن نخلقكم بالإدغام المحض ويقولون ألم يقل الجزري والخلف بنخلقكم وقع؟ نقول لهم نعم، إن الخلف قد وقع بنخلقكم، ولكن بين المصنفين من القراء بما فيهم مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران. لكن لما تقرأ أنت من رواية حفص فعليك أن تلتزم بالسلاسل التي نقلت إليك رواية حفص. السلاسل التي أدت إلينا رواية حفص ما فيها مكي ولا فيها أبو بكر بن مهران. لذلك كان أشياخنا يرون أن يكتفى بإدغام القاف في الكاف في كلمة ألم نخلقكم من ماء مهين بالإدغام المحض مستكمل التشديد، يكون النطق بكاف خالصة لا يبقى للقاف أثر. هذا معنى قول إمامنا الجزري والخلف بنخلقكم وقع. عندنا فاصل أستاذ المخرج ولا نأخذ في شوي؟ طيب ننتقل، نعم ننتقل إلى اللوحة التي تبين الكلام الذي ذكرته الآن عن نخلقكم. نرى على اللوحة وبين الإطباق من أحط مع بسطت، هذا شرحناه في الماضي. الآن والخلف بنخلقكم وقع. نرى على اللوحة اتفق أهل الأداء على إدغام القاف في الكاف من قوله تعالى ألم نخلقكم في سورة المرسلات. إذن اتفقوا على الإدغام، لم يظهرها أحد، لم يقل أحد ألم نخلقكم، لم يفعل هذا أحد البتة. إذن بعد أن اتفقوا على الإدغام اختلفوا، فذهب الجمهور منهم إلى جعله إدغاما محضا مستكمل التشديد، جمهور القراء على ذلك. وذهب مكي بن أبي طالب وأبو بكر بن مهران إلى الإدغام الناقص فيه، وذلك بتبقية صفة الاستعلاء كما نطقتها لكم منذ قليل، وأعيدها ألم نخلقكم من، وهي هذه الكلمة على رواية حفص من طريقي الشاطبية والطيبة بالإدغام الكامل، وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف. هذا هو شرح ما ذكرته لكم.